في هذا الفيديو ستنصدم عند معرفة مكونات مخدر البوفا. الشباب ما غيطلعش، غيبقى عبد ديال البوفا. البوفا الاسم بدأ ينتشر بشكل سريع، هو نوع من المخدرات مستخلص من بقايا الكوكايين. العالم يتطور بوتيرة سريعة ومخيفة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ما زالوا في بداياتهم، ولكن في الجهة الأخرى، الجهة المناقضة ترى أن العالم يتجه للهاوية. فمؤخرا سمعنا عن مخدر زومبي في أمريكا، والبوفا في المغرب، المخدر الذي انتشر كالنار في الهشيم في وسط الشوارع المغربية. وهنا عزيزي المشاهد قد تتساءل: ما هو البوفا، المخدر الذي أصبح حديث الساعة؟ ومن ماذا يصنع؟ ولماذا انتشر بسرعة في المغرب؟ وما هي أضراره مقارنة بالمخدرات الأخرى؟ والعديد من التفاصيل سنتطرق إليها في هذا الفيديو. جهز نفسك وأحضر كأس قهوة أو مشروبك المفضل، ولنبدأ. مخدر البوفا. مؤخرا قد تكون رأيت على مواقع التواصل الاجتماعي أو على التلفاز مخدر الذي أثار ضجة وسط الشباب والشارع المغربي. فبعدما كنا نسمع بالحشيش والكوكايين، الكالا، المعجون إلى آخره، الآن أصبحنا نسمع البوفا أو ما يسمى بمخدر الفقراء. البوفا هو مخدر يتكون أساسا من بقايا الكوكايين التي لا تصلح للاستهلاك. وهنا ستعرف خطورة هذا المخدر. جميعنا نعرف مخدر الكوكايين، فما بالك ببقايا هذا المخدر والتي تشكل مخدر البوفا، بحيث أنهم يضعون هذه البقايا فوق النار ويضيفون مواد كيميائية ليتحول إلى مادة تشبه الكريستال. انا شفت بزاف ديال شي وحدين. انا واحد السيد تنعرفو لقيتو مؤخرا في المحكمه مالو ولدو خلاو ليه فيلا وخرجوا فاكونس، فهمتي؟ فيلا يلاه فرشها دير ارتيزانه تقريبا مده ديال 3 شهور جاو لقاو مفرس غير حصيره. جا لقى ولدو قاعد تص في الفيلا، ما لقى حتى شي حاجه، ما لقى والو. هذا مسحوق، هذا دمر عباد الله، دمر الشباب، يعني باع كلشي، دمراتو ديك البكبوكه كما تيقولوا ليها. تأثير هذا المخدر سريع ويفوق الكوكايين، ويدمر العقل والجهاز العصبي بطريقة مخيفة وسريعة. وتصنف هذا المخدر من بين أسوأ المخدرات، ولحد الساعة لم تستطع السلطات معرفة مصدر هذا المخدر ومن أدخله إلى المغرب. هذا المخدر يؤدي إلى اضطراب في النشاط العقلي، ويسبب أوهام والقلق، ويسبب خلل في الإدراك، الشيء الذي ينتج عنه تخيلات خيالية كرؤية أو سماع أشياء غير موجودة. وبصيغة أخرى، البوفا تجبر صاحبها على العيش في عالم الأوهام، الشيء الذي قد يدفعه بالقيام بأفعال وتصرفات لا إرادية. وبصفة عامة، هذا المخدر يتلاعب بالناقلات العصبية الموجودة في المخ، والتي تتحكم في الجانب الحسي والشعوري والمزاجي للإنسان. وهذه العملية تتم بسرعة، بحيث أن مخدر البوفا يؤثر على الناقلات العصبية في ال10 دقائق الأولى، الشيء الذي يزيد من خطورته. فبعدما انتشر هذا المخدر وسط الشباب المغربي، وذلك بسبب ثمنه الرخيص، ظهرت عدة جهات تحذر من مخاطر البوفا، بحيث أنه كان سبب في وفاة العديد وارتكاب جرائم فظيعة بسبب الهلوسة، بالإضافة للانتحار. ويشاع أن مصدر هذا المخدر من شبكة تهريب المخدرات التي تنشط في شرق المغرب. عبد الوافي الفتيتي وزير الداخلية أكد أنه بين 2020 و 2023 تسجلت أكثر من 200 قضية عندها علاقة بمكافحة جرائم البوفا، وتم توقيف 208 شخصا. والأسطوانة المعتادة ديال الفقر والمشاكل هي التي تشفع للشباب بالتعاطي للمخدرات، فهي فقط مبررات مع كامل احترامي. أما الأسباب الحقيقة فهي الأمية وسوء التربية. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة، وكيف العادة شاركنا برأيك في التعليقات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.